يلا النهارده يا اغلى متابعين نعمله كده تحليه حلوه كده سهله وسريعه مع بعض. لو عجبكم بقى الفيديو الجميل ده النهارده ما تنسوناش باللايك والشير والاشتراك. نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام ونبدا النهارده كده نقول لكم هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين انا جبت كده اللي هو توينكز. طبعا انا قلت بقى عايزه اعمل كده تحليه كده بسرعه كده، فطبعا مش هلاقي اسرع من كده. طبعا معايا هاخد واحد من الكراميل، ومعايا طبعا دولت 4 كوبايات من اللبن، وحطيت عليهم باكو كريم كراميل، وحطيت كده 4 معالق من النشا، يعني المعلقه كبيره بس مش مليانه قوي، وبرده 4 معالق من السكر مش مليانه قوي برضو، على اساس ان انا معايا طبعا الكراميل اللي فيه سكر، فانا طلع سكره ما شاء الله مظبوط معايا، ولا مسكر ولا عادم. زي ما شفتي طبعا انا رفعته على النار لغايه ما غلى معايا. طبعا الاول تقلبيه لغايه ما يدوب معاكي خالص، وبعد كده ترفعيه على النار لغايه لازم يغلي كويس، عشان خاطر طبعا انا معايا نشا. طبعا الطبق ده انا هاخد كده هحطه كده في الفريزر، عشان خاطر انا عايزاه يسقع خالص. ودلوقتي هقولك انا هعمل بيه ايه. بدات ان انا كده احط طبقات كده من التوينكس واحط معايا الكريم كراميل كده زي ما انت شايفه، طبقات كده. هعمل كل الكاسات كده. طبعا انا عملت كده 5 كاسات، اعملي العدد زي ما انت عايزه. طبعا دلوقتي هدخله التلاجة واسيبه بقى لغايه ما يسقع. طبعا الطبق اللي انا شلته حطيت عليه كيس كده عشان وشه ما ينشفش، وبدات ان انا حطيته كده في الفريزر وسبته ساقع خالص. هبدا بقى ان انا جبت كده جبت كوبايه من اللي هي بتاعه القهوه ديت، كريم شانتيه، وجبت معلقه كبيره من العسل، وهبدا ان انا كده اضربهم مع بعض زي ما انت شايفه ما شاء الله. طبعا الكريمه دي كان طعمها ما شاء الله كانت جميله جدا زي ما انت شايفه. هبدا بقى انا احطها في كيس كده. طبعا أنا بعد ما سقعت بقى في التلاجة قعدتها كده نص ساعه في التلاجة، وبعد كده طلعتها. بدات ان انا احط بقى الكريمه اللي انا ضربتها. زي ما قلت لك كده حاجه سهله كده وسريعه ما شاء الله، يعني ما اخدتش وقت غير يا دوبك بس ان هي تسقعت كده معايا في التلاجة. يعني كلها على بعضها كده نص ساعه بتسقع بسرعه زي ما انت شايفه. طبعا زيني بقى براحتك خالص. انا جبت كده قطعه كده من الهوز، زي ما قلت لك زيني براحتك. طبعا احط برضو قطعه كده من الموز، الموز يبقى جميل جدا معاها، وصوص شوكولاته، اي حاجه بقى عندك منهم زيني بيها براحتك خالص، دي حاجه ترجع لك انتي. بس فعلا ما شاء الله كانت طعمها جميل جدا الصراحه. طبعا لما بتبقي عايزه تعملي حاجه حلوه كده ومفيش وقت، فانت بتدوري على اي حاجه تكون يعني بسرعه معاكي تعمليها، فطبعا مش هتلاقي اسرع ولا احلى من ديت زي ما انت شايفه. طبعا انا جبت كده، احنا طبعا قبل كده سيحنا الشوكولاته كده مع بعض قبل كده كذا مره زي ما انت شايفه. بدات ان انا احط كده من اللي هو الشوكولاته ده كده. خلاص خلصنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.